تخاف على رزقك فتذل نفسك، والرزق والأجل هما ما يدفع الناس لإذلال أنفسهم. لكن تذكر أن الله قد قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعا. يقول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أنت كمسلم لم تخلق يوما للسفالة والذل والمهانة، أنت الاستثناء الوحيد في هذا العالم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من عز بالأقوام ذل بذلهم، ومن عز بالرحمن ظل عزيزا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. السلام عليكم.